السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة للسيد محمد الشياع السوداني رئيس وزراء العراق المحترم وإلى وزيري الداخلية والدفاع. نرجو تعديل سلم رواتب الجيش والشرطة، نعم، والموظفين أيضا العاديين اللي مو عسكريين أقصد، نعم، المدني، الموظف المدني. أريد تعديل رواتبهم. أدعو من الله يوفقكم، لأنه هذول عندهم رواتبهم ما كفتهم نهائي. ليش؟ هسه اكو واحد ما قاعد للبيت وعزل من أهله، ولما ما عزل من أهله أكيد راح اشترى له قطعة وأخذ سلفة وتداين، تقرض من أهله، من صديقه، من أي مكان حتى يبني له ببيت ويستقر ويقعد بيه. النوب راتبه كله إما انطاه سلفة أو يسدد بيه للعالم الداين من عندها، وكاتله الضيم كروة ما عنده وما يدري بعد ايش يسوي. وعنده شيشة مال أطفال، عنده 4 أطفال، 5 أطفال، 6 أطفال، المهم عنده عائلة برقبته. هذا شلون يسوي بعد بيقدر يعيش؟ أنا ما جاي أقول لكم يابا هو ليش تريد تقولون هو ليش مثلا صرف كل راتبه ما يكفي، يعني شلون يظل قاعد بالإيجار؟ شلون يعني شو يسوي؟ يظل قاعد ويا أهله مثلا وأهله يشوفهم متضايقين، ما ترهم. فاحنا ندعو من هذا المكان البسيط جدا، أدعو السيد محمد الشياع السوداني المواطن ابن الشعب اللي يوقف ويا الفقير، واللي هو ما عنده لحد الآن سترة هذه الصحراوية دائما أشوفه يلبسها من تواضعه، وجزاه الله ألف خير. أقصد محمد الشياع السوداني ووزيري الدفاع والداخلية. أرجو منكم النظر بتعديل سلم الرواتب وبقية الوزارات أيضا للمدنيين. شيء آخر، احنا متعودين من شفنا آبائنا الراتب يوم 28 29، هسه خلينا نقول 30، هسه الراتب يعبر يوم 2 بالشهر، 3 بالشهر، 4 بالشهر. شلون هذا يعيش؟ هو يوم 10 بالشهر من تنطير راتب هو ما عنده ولا دينار. 10 بالشهر، زين هذا تعبره 20 يوم والشهر الثاني يدخل، ايش قد يروح منه؟ 3 ايام 4 ايام، يعني يوم 3 بالشهر او 4 بالشهر، واكو بيهم ما نازل رواتبهم على الكيكارد مالته. شلون يعيش بالله؟ اذا ابو الدكان يطلبه، او ابو الملابس يطلبه، او ابو المواد الغذائيه يطلبه، او ابو المواد الانشائيه يطلبه، شلون راح يدبر اموره؟ يعني هاي ايش راح تسوي؟ راح تخلق لنا مشكله اجتماعيه، وهي القوام العشائريه والشكيه في المحاكم حتى يستردون فلوسهم وحقهم، هذا اللي داين حقه. لكن هذا شو يسوي اللي مديون؟ يواعده يقول له يابا انا عندي راتب، ومن يجي الراتب ايش وقت يلا يجي؟ عود 25 26 ماكو. يا ريت يا ريت يجي يوم 31، يوم 1 2 3 بالشهر، يعني ينعلس له فد 5 6 ايام او 4 ايام او 3 ايام زياده، يلا يجي الراتب. ما ندري احنا المقصود شنو، علام الغيوب يدري. لكن احنا نقول الله الله بتعديل سلم الرواتب. هواي يتصلون بي وهواي يدزون لي على الخاص، سلم الرواتب سلم الرواتب سلم الرواتب سلم الرواتب. واحنا ندعو هذول الخيرين اللي ذكرناهم، نعم، ان يعدلون سلم الرواتب حتى واحد يبلع ريجه بتعبيرنا العامي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.